انضمت رانيا التومي لأسرة مسلسل سر الباتع للمخرج خالد يوسف، وظهرت معاه على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. ناس كتير تساءلت بعدها مين هي رانيا التومي. دلوقتي هعرفكم أهم المعلومات عن سيرتها الذاتية. رانيا التومي هي عارضة أزياء ومذيعة تلفزيون تونسية. ولدت في 27 يناير 1989، يعني عندها دلوقتي 34 سنة. كانت بتذيع نشرة الطقس على قناة نسمة التونسية. درست في جامعة علوم الحاسوب وإدارة الحرم الجامعي منار. بعد عملها كمذيعة شاركت في عدد بسيط من الأعمال الفنية، منهم دور ضيفة شرف كصحفية في مسلسل ناعورة الهواء واحد عام 2014. وكان آخر عمل فني شاركت فيه مسلسل 16 وجسدت فيه شخصية هيام. وشاركت في عام 2012 في مسلسل مشاعر الجزء الثاني وجسدت شخصية نوال. احتفلت من سنة بحفل خطوبتها واقتصر الحفل على المقربين. وصرحت ان خطيبها سوري الجنسية يعمل طبيب ومستقر في تونس، واضافت انها تفكر جديا في الزفاف وانجاب الاطفال، كما صرحت له بحبها امام الجمهور. رانيا من الشخصيات المثيرة للجدل في تونس، وتكرر تعرضها لانتقادات من الجمهور بسبب رأسها في نشر أخبار الطقس أو ارتداء ملابس غير مألوفة بزي المذيعات. وبسبب كثرة الانتقادات اللي بتتعرض ليها رانيا التومي، سبق وطلعت في فيديو تستنكر الانتقادات دي وقالت: عيب انك تشوه لي سمعتي، عيب تحب تخرجني في صورة خايبة، حرام مش حتى عيب. وصرخت في حالة هستيرية: سيبوني، ما خليته ما عملته فيا، بدني وأنا حرة، ما تغتصبوش حريتي، سيبوني يا توانسة، أنا شرفي من شرفكم. تفاصيل الدور اللي من المقرر أن تقوم بيه رانيا في المسلسل الجديد للمخرج خالد يوسف لسه مش معروفة، لكن أحداث المسلسل بتدور في زمنين، وذلك في إطار درامي ممزوج بالإثارة والتشويق، خلال رحلة مليئة بالمغامرات والصراعات حسب اللي أعلنه القائمين على المسلسل. مسلسل سر الباتع معالجة درامية مسلسل سر الباتع معالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف. المسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ساينرجي للإنتاج الفني لمنتجها تامر مرسي. ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان 2023 بمشاركة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد صلاح السعدني وأحمد فهمي وريم مصطفى ونجلاء بدر.